جربتوا مكرونة الانسجام؟ ايوه، هي اسمها كده مكرونة الانسجام. مشهورة جدا في مصر وتقريبا في منطقة السيدة زينب. طعمها حلو قوي وسهلة، ومكنتش اتخيل ان طعمها يبقى جميل كده. علشان تعمليها اول حاجة، انا قطعت بصل شرايح كده، وهقليها في الزيت. تحمريها يعني زيادة شوية عن ما بنعملها للكشري، هو بقى يعني عامل زي بتاع الكشري كده، بس المفروض اغمق زيادة شوية كمان. علشان يحمر معاك البصل بسرعة، ابقي رشي عليه رشة ملح، مش وهو في قلب الزيت، لا يعني قبل ما تحطيه في قلب الزيت هيتدبل معاكي ويحمر بسرعة. المفروض ان هو يبقى يعني لونه اغمق من كده كمان، بس انا علشان يعني ما يبقاش مضر وكده خليته باللون ده بس كده. اركنيه بقى يسقع جنبك، وبعد كده هجيب حلة وهاخد زيت من اللي انا قاليه فيه البصل. هاخد شوية كده احطهم في حلة وعليهم معلقة سكر صغير. دوبيها كده لحد ما تكرمل معاكي في قلب الزيت. هنزل عليها بقى بمعلقة توم كبيرة تكون مهروسة. انا دايما بحب التوم يكون يعني خشن شوية كده. بعد كده هدبله في قلب الزيت بالشكل ده كده. يعني بلاش تحمريه قوي، خلي بس ريحته تطلع ويدبل ويصفر كده، ويبقى كفاية عليه كده. هنزل عليه بقى بمعلقة صلصة كبيرة من اللي هي المعلبة. برضه هدوبها في قلب التوم كده بالزيت. وهكون محضرة جنبي يعني طماطم ضربها في الخلاط، او لو عندك صلصة انت عاملاها زي اللي انا كنت عاملاها في الفريزر كده. ساحت كلها في قلب بعضها هي، واحط عليها الصلصة. بعد كده برضو بقى ايه، تقلبيها كده لحد ما كل المكونات تدخل في قلب بعضها. وهحط التوابل بتاعتها. التوابل عبارة عن ملح وفلفل اسود وكزبرة وتوم باودر وبصل باودر. بعد كده هنزل عليها بالبصل اللي انا كنت قلياه في الاول اهوت يعني. كسريه خالص كده وصغريه، وممكن تضربيه في الكبة كمان. هو ده اللي بيدي اللون الغامق بقى. وكمان بتخلي الصلصة مسكرة قوي وطعمها حلو. بس بلاش ان انتوا تحمروها قوي وتغمقوه قوي، علشان يعني ما يحرقش في المعدة وكده. بعد كده بقى المكرونة اللي احنا بنعملها مكرونة سباكيتي، تقطعها نصين وزي ما هما بقى بيعملوا بالظبط. والمكرونة اللي هي الصغيرة دي اصغر حاجة خالص، اللي هي بتاعة التحمير. سوى المكرونة يكون كامل، عشان المكرونة دي الصلصة دي بتبقى تقيلة، فمش هتزود معاكي سوى المكرونة زي ما احنا بنبقى نقول يعني كل مرة. فسويها سوا كامل. بعد المكرونة ما استوت كده، خدتها شطفة في السريع، واحط عليها شوية زيت علشان تبقى مفلفلة معايا. بعد كده هتجيبي بقى الاطباق بتاعتك وتحطي ايه المكرونة. كانت مستوية ومفلفلة وطعمها حلو قوي. بجد انا بصراحة ما توقعتش ان هي يبقى طعمها حلو كده. بس نصيحة ما تزودوش الزيت كتير، يعني علشان ما يبقاش مرقت في الطبق من تحت وكده. بعد كده احط على وشها الصلصه اهي. يعني المفروض ان هي بتبقى غامقه كده واغمق كمان من كده. بيبقى بسبب البصل اللي احنا محمرينه. بجد بجد انا زي ما بقول لكم ما كنتش اتوقع ان هي طعمها كده مسكره بسبب البصل المقلي. مزيج كده من اطعم كتير، طعمها حلو وريحتها حلوه. بجد عجبتني وهجربها تاني وهعملها تاني. طبعا انا جربتها بقى خلاص عرفتها. هعملها تاني ان شاء الله. جربوها برضو هتعجبكم ان شاء الله.